ليس جنتلمان، مرحبا بكم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غنهضروا على اليوتيوب وعلى واحد اليوتيوبر اللي سميتو شونغ اكس بونغ اللي قاد واحد من احسن الفيديوهات اللي شفتهم في هذه السنه هذه، لدرجه انه خونا فهمت خونا هربان بزاف، نافس حتى اليوتيوبرز الكبار، اليوتيوبرز الاجانب. اكبر يوتيوبر في العالم اللي هو مستر بيس وصل لهذاك النيفو ديالو. ففي هذا الفيديو هذا غنهضروا على هذا اليوتيوبر هذا، ونهضروا على اليوتيوب بصفه عامه واليوتيوبرز كيفاش كيتطوروا وعلاش حنا في اليوتيوب المغربي ما وصلناش هذاك التطور، ولا اليوتيوب العربي بصفه عامه ما وصلش هذاك التطور اللي وصلوا الاجانب. فقبل ما نبداو الفيديو جيب لك شي حاجه تاكلها، ما تنساش بواحد لايك وسبسكرايب وليتكم نبداو الفيديو. دابا الا جينا مثلا رجعنا في الزمن شي 25 عام ولا 30 عام للور، وقلنا شي واحد انه اليوتيوب غادي ينافس التلفازه والسينما بصفه عامه، اوف كورس حتى ما غادي غادي يقول لك او كيفاش هذه. التلفازه حاليا هي اكثر حاجه يعني فهمت الناس كيشيروها في الديور وكيتفرجوا لها، والسينما حاليا هي اللي متحكمه في العالم كامل وفي السياسه وهي كتنقل الرسائل. يعني في هذيك الفتره كانت السينما والتلفازه هما الاساس اللي فهمت الاساس ديال الترفيه، كتجمعوا عليه العائلات يتفرجوا، سواء سلاسل رمضانيه سواء سلاسل الطبخ، المهم كل واحد والتفضيلات ديالو كان في ديك التلفازه. المهم كان التلفازه العصر الذهبي ديالها، سواء البز سواء الشباب المراهقين ام بي سي 2 ام بي سي اكشن. المهم التلفازه في هذيك الوقت هي اللي كانت محتكره لنا عالم ديال الترفيه. ولكن ديك سنه 2013 2014 هاد شهر المنصه ديال اليوتيوب كثر، هي كانت موجوده ما شحال، ولكن كما كنت تقول يعني الجوده ديال المقاطع ما كانتش احسن حاجه. كان يعني فهمت كانت دايره بحال شي سناب شات ولا بحال هكا، يعني غير تشد تصور اي حاجه ورمي. فما كانوش الناس ياخذوها بهذيك المحمل الجد، خصوصا انه الابليكاسيون كانت يعني عاد في البدايات ديالها اصلا ما كانتش ابليكاسيون، كانت يعني بدات كموقع يعني في جوجل. في سنه 2013 2014 بداو فريمون الناس يدخلوا على اليوتيوب يعني كفنانين ومبدعين، يعني اي واحد يعني كيعجبو واحد المجال او لا مبدع فيه، سواء في مجال ديال الجيمنج سواء في مجال ديال التمثيل، مجال ديال سرد القصص، يعني اي مجال الناس كيبغيو يبداو فيه كيمشيو يدخل هذاك اليوتيوب. خصوصا انه اليوتيوب في هذيك الفتره كان اول منصات اللي كيدعم الناس اللي كيبوستو عنده. في هذه الميزه هذه ما كانش شحال مثلا انستغرام فيسبوك، يعني ما كانش اصلا تيك توك، هذوك المنصات كاملين ما كانوش كيدعموا اليوتيوبرز ماديا. فعليها الناس غادي يتجهوا لليوتيوب وغادي يحطوا كاع الابداعات ديالهم كاع وقتهم كاع جهدهم، وهذا الشيء هذا اللي غادي يطورنا المنصه ديال اليوتيوب لهذا الشيء اللي حنا كنشوفوا في الوقت ديالنا حاليا. فالمنصه ديال اليوتيوب بقات كتطور سنه على سنه، وبدينا كنشوفوها فريمون كتنافس السينما. كما كنشوفوا في الوضع الحالي حتى واحد ما بقى كيتفرج في التلفازه، حتى يوتيوب ولا كتخدموا في التلفازه وكتفرجوا سواء في الماكله سواء اي حاجه. والميزه اللي كانت عند اليوتيوب وما كانتش يعني في التلفازه هو انه انت تقدر تحدد شنو تتفرج، ماشي التلفازه هي اللي تفرض عليك شنو تتفرج. صحيح انه كانت يعني التلفازه فهمت كاين قنوات بزاف وانت تقدر تختار يعني النوعيه ديال الحوايج اللي باغي تتفرج لهم، ولكن انت ما تتحكمش في هذيك القناه شنو غتعطيك. يعني مثلا ام بي سي اكشن ولا ام بي سي 2 انت ما غاديش تحدد هذاك الفيلم اللي بغيتو في هذيك اللحظه، يعني قد يجيك فيلم ديال الرعب وانت ما كيعجبوكش افلام ديال الرعب وفهمت، وهذا الشيء هذا واقيس على ذلك. فاليوتيوب في هذه الفتره هذه ولات اكثر من مجرد يعني منصه، ولات يعني هي اللي شاده العالم ديال الترفيه. هي مواقع السوشيال ميديا بصفه عامه سواء انستغرام وتيك توك، فهمت هادو كاملين يعني مشتقين نفس الحاجه اللي جابتها لنا اليوتيوب، اللي هي فهمت كما تقول الام ديالهم، اللي هي الفكره ديال الفيديوهات ديال البوستات ديال الفيديوهات. وبقى اليوتيوب كيتطور حتى ولاو الناس فريمون كيانفيستيو فلوس، يعني كيحطوا فلوس صحيحه لليوتيوب باش يخرجوا محتوى احسن من تاع السينمات. ولكم مثال على هذا الشيء هذا كامل مستر بيست. مستر بيست حرفيا في هذا الفيديو اللي هو فيديو ديال سكويد جيم حط فيه اكثر من 32 مليون دولار. يعني تخيل معايا فيديو حط فيه 32 مليون دولار، يعني هذا الشيء هذا فهمت هذه ميزانيه كانت تدار للافلام. يعني فريمون الناس ولاو كيانفيستيو في يوتيوب، وطبعا فهمت يعني كيردوا الارباح ديالهم، هذه راه باينه. هذه شحال ما حطيت فهمت شحال ما حطيت فلوس اكثر في الفيديو شحال ما دخل لك اكثر. والمده طويله كان مستر بيست هو الطوب ديال اليوتيوب. يعني الا كنت باغي تولي يوتيوبر ناجح خاصك تبقى تقلد مستر بيست باش توصل للطوب ديال اليوتيوب. وهادشي هذا شفناه طبعا في بزاف ديال اليوتيوبرز العرب، ومنهم طبعا اليوتيوبر اللي غادي نهضروا عليه والفيديو ديالو بالضبط التالي شونغ اكس بونغ. شونغ دار نفس الفكره ديال مستر بيست، انه جاب العاب ديال لعبه الحبار ولكنه جمع يوتيوبر في نفس البلاصه، يعني تبقى تنظم معاهم وتجيبهم من نهار واحد وتجمعوا فيديو. هذا راه فريمون فهمت راه غير هذا الشيء هذا بلا تجهيزات الفيديو بلا المكان ديال التصوير بلا الكاميرات، غير هذا الشيء انك لو في ديال انك تجمع يوتيوبرز يعني 100 يوتيوبر في بلاصه واحده وتنسق معاهم، هذا فهمت حاجه اللي كبيره ديال بصح، بلا الكاميرات بلا الجوده ديال التصوير وبلا ما هضروا عاوتاني على البلاصه ديال التصوير. البلاصه ديال التصوير فهمت يعني جابوا استوديو متكامل، يعني استوديو ديال التصوير ديال الافلام، سواء هذاك الشيء اللي حطوه في الباك جراوند سواء هذوك الالعاب اللي لعبوهم، كلشي كان فريمون تبارك الله ما شاء الله كان مثالي ديال بصح. وطبعا يعني كما في المسلسل ديال لعبه الحبار اللي ما كيعرفهاش هو انه كتجيب بزاف ديال الناس كيبقاو يتنافسوا واللي كيخسر كيبقى يتقصى وهكذا. هادشي اللي بقى يدير يعني شونغ اكس بونغ في السلسله ديالو، دار بزاف ديال الالعاب يعني سواء اللي مستلهمه من السلسله ديال لعبه الحبار الاصليه وسواء
الالعاب اللي جابهم من راسو، وبجوجهم الصراحه فهمت كان فيهم ابتكار وابداع، سواء اللي جابهم سواء اللي هو ابتكرهم، يعني ما حسناش كاع بالنقص او الملل في الفيديو كامل. وفيديو طبعا في ظرف ديال 5 ايام جاب اكثر من 5 مليون مشاهده، واللي عجب بزاف ديال الناس وشافوه من افضل فيديوهات السنه. والسؤال اللي جاني في بالي هو كيفاش الناس سواء الاجانب بحال مستر بيس او العرب يعني بحال شونغ اكسبونغ هذا اليوتيوبر السعودي، كيفاش وصلوا لهاد المرحله في يوتيوب، كيفاش طوروا منه، كيفاش خلاوه ينافس هاد السينما، كيفاش الناس قدروا يبدعوا ولاو انفيستيو ويحطوا هاد الفلوس وهاد التعب والجهد كامل هذا في فيديوهات. وحنا المغاربه عاد باقيين يعني ما غاديش نقول يوتيوب يعني متخلف، ولكنه ماشي احسن يوتيوب باش نكونوا فاهمين هاد القضيه هذه. وباش نفهموا كيفاش اليوتيوب المغربي ما غاديش يتطور، يعني المهم هو يقدر يتطور ولكن باش يوصل لهذيك المرحله راه غادي يطول ديال بصح. عندنا جوج ديال المشاكل هما اللي مخلين هاد الشيء هذا يتعطل. اول حاجه هو الدخل، فالدخل ديال اليوتيوب المغربي ماشي هو احسن حاجه، بحيث انه الدخل ديال الشرق الاوسط السعوديه ودول الخليج بصفه عامه يكون الدخل ديالهم طالع ديال بصح. وحنا في المغرب بحيث انه الدوله ماشي احسن اقتصاد، ماشي كما دول الخليج او يعني دول اوروبا وامريكا وداك الشيء هذا كامل، الاقتصاد ديالهم طالع، فطبعا يعني الاعلانات كيمشيو يستهدفوا هذوك الدول وحنا فهمت كيعطيونا غير الباقي كما كتقول. فلهاد الشيء هذا كامل اغلب اليوتيوبرز المغاربه ما غاديش يقدروا يديروا هاد الفيديوهات بهذه الجوده هذه الا كانوا كيعتمدوا غير على مصدر الدخل ديال اليوتيوب، اما الا كانوا خدامين شي جهه اخرى ففهمت الله يسهل عليهم. اما السبب الثاني هو العقليه ديال المتابع المغربي. حاليا العقليه ديال المتابع المغربي كتبغي الضحك، كتبغي انه بنادم يفوت عليه، يعني كيكون مضغوط من العائله ديالو، مضغوط من الدراسه، مضغوط من الحياه بصفه عامه، كيبغي يدخل اليوتيوب كيبغي يشوف غير الضحك، سواء الرياكسيون ديال الضحك، سواء الريلات ديال انستغرام كيضحكوا، سواء اللايف. وهادشي اللي عم توجه له حاليا، يعني كاع اليوتيوبرز ولاو كيطلقوا لي لايف. فالمشاهد المغربي ما بقاش كيهمو شي حاجه سميتها الجوده او لا فكره ديال الفيديو واعره، ولا باغي غير يضحك ويفوج على راسو وينسى داك الهم اللي فهمت اللي حاليا داير به. المهم هذه طبعا وجهه ديال النظر ديالي، تقدر تكون صحيحه تقدر تكون غلطه، وطبعا انا ما كنلومش هاد الناس هادو، الله يحسن دعوا الجميع، ولكن هادو من الاسباب اللي ما قدوش نتجاهلهم. ولكن واش السين كتقول بلي انه اليوتيوب المغربي ما غاديش يتطور؟ جاوب هو لا، نقول فهمت وعلى امل، يعني اتامل انه اليوتيوب غادي يتطور، ولكن وسطر لي فهمت 50 سطر على ولكن اليوتيوبرز غادي خصهم يبدلوا فريمون الجهد ديالهم ويطمحوا يعني مطامع اكبر. حيت انا حاليا ملي كنشوفوا اليوتيوبرز كنشوفوا غير ملي يولي عندهم مثلا مصدر دخل يعني مسكد صافي، فهمتي يقدر يعيش راسو، يقدر يعيش الاهل ديالو، صافي يحبسوا الافكار، غادي يبقى يكرر غير نفس الحوايج اللي كيديرهم وما غاديش يزيد يتطور. وفهمت انا ما لهمش على هادشي هذا كامل، لحقاش اصلا الفكره من يوتيوب انه كاين شي وحدين فهمت الله يحسن العون، يعني الحياه ديالهم الماديه ماشي احسن حاجه، فكيبغي يدخل يوتيوب باش انه يوفر يعني مصدر الدخل ديالو والعائله ديالو. وملي يشوف انه صافي حقق هذا الهدف هذا، صافي غادي يكتفي من هادشي هذا ويعاود فهمت نفس الروتين، نفس الفيديوهات، نفس الكاليتي ديال لي فيديو وفهمت والحمد لله. ولكن بالنسبه ليا كنشوف انه فهمت كتجيك واحد الغيره انه كيفاش الناس وصلوا لهاد المواصيل وحنا عاد باقيين، يعني واحد كيداز مع هذا، واحد كيشد مع هذا، فضائح منا فضائح مليه وفهمت، والشائعات والروينه والكره، ومهم بزاف ديال العوامل اللي كيأثروا في هادشي هذا. فنتمناو انه فهمت الانسان يوعى، انه اليوتيوبرز يعني بصفه عامه يعني يشوفوا فهمت يجيهم هذاك الحسد، يعني ماشي حسد يجيهم هذيك الغيره كيفاش الناس وصلوا لهذاك المواصل وحنا عاد باقيين شويه ناقصين عليهم. نتمناو انه طبعا اليوتيوبر يعني المغربي انه يتطور اكثر، وانه يولي فهمت يعني حتى هو يولي ينافس على جوائز عالميه، ونتمناو حتى حنا فهمت نكونوا من الافضل ونتصدروا ماشي غير الخامسين على العالم في كره، نكونوا فهمت نكونوا في الخامسه على العالم سواء في التعليم سواء في الطب، يعني فهمت نمثلوا الصوره ديال المغرب احسن تمثيل. وبهادشي هذا كامل باش غادي يجي بالوعي وبالخدمه، يعني فهمت الاستمراريه. اي واحد يعني خدام في واحد المجال، ماشي كنقول لك ضروري تكون يوتيوبر، اي واحد خدام في هذا المجال يبدع فيه ويحاول انه دائما يطور من راسه ويطور من هذاك الشيء اللي كيدير. ونتمناو الافضل دائما للدوله ديالنا، ونتمناو الافضل للجميع، والله يوفق الجميع. ما عرفت علاش كنقول الجميع بزاف، ولكن الله يوفقكم سواء في الدراسه سواء في العمل سواء في الزواج، فهمتني في الحياه ديالك الخاصه العامه. الله ينجح الجميع. كان معكم خوكم ياسين او يساكم، نشوفكم في حلقه جايه، وتهلاو في راسكم.